مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. كاينين بعد يعني واحد التسريبات كتشير بان وليد الركراكي بنسبه 90% ما غاديش يبقى مع المنتخب الوطني المغربي. لحد الساعه ما كاين حتى شي بلاغ رسمي من الجامعه الملكيه المغربيه بالتاكيد ولا بالنفي. يعني مازال ما كاين حتى شي حاجه رسميه لحد الساعه، ولكن كاينين بعض التقارير وبعض المقالات كتشير بان نبيل وهبي هو رجل المرحله القادمه اللي غادي يقود المنتخب الوطني ان شاء الله يعني في كاس العالم المقبل، اللي غادي يكون في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. ويعني بواحد النسبه ديال 99% بان نبيل وهبي هو اللي غيكون رجل المرحله. كما قلت لكم الاخوان، ما كاين حتى شي حاجه، مازال ما كاين لا تاكيد لا نفي من طرف الجامعه. كنتظار كنتظروا يعني شي بلاغ رسمي، لان في الشارع حاليا في الشارع الرياضي ما الجمهور المغربي مازال كيهضر شي يعني مع شي ضد، فهمتيني؟ يعني ما كاين حتى شي حاجه رسميه. كنتمنى من الجامعه المغربيه الجامعه الملكيه المغربيه تخرج بشي بلاغ رسمي، يعني باش تطمئن الجمهور المغربي، باش نعرفوا يعني المصير ديال المنتخب ديالنا، شكون هو المدرب ديال المنتخب. صراحه الاخوان، انا نجيكم زعما نقول لكم اللي كاين بان راه كاين واحد التسريبات كتقول بان وليد الركراكي ما غيكملش مع المنتخب الوطني المغربي. كما لاحظتوا الاخوان، حتى في كاس العالم في قطر قبل بشي تقريبا بشي 15 يوم ولا بشي 3 ديال الاسابيع تقريبا تم الاقاله ديال حليز وجلا، بقيتو عاقلين. يعني اي حاجه منتظره الاخوان، ولكن كاينين شي يعني بعد كما كنقولوا بعد التسريبات كتدل بان وليد الركراكي ما غيبقاش مع المنتخب الوطني المغربي لحد الساعه، لعده اسباب. السبب الاول هو يعني ما وليد كانت عنده كما كنقول واحد لوبجيكتيف ديال كاس افريقيا. يعني للاسف كنا يعني ما كنبغيوش نتذكروا ديك اللحظات. ثاني حاجه العلاقه ديالو ما بين الجمهور ما بقى، ولات علاقه متوتره، وزائد العلاقه ديالو مع الاعلام اللي ولات علاقه يعني ما بقاش، ما كاينش تواصل مع الاعلام كاع تقريبا. والاخوان كنتمناو اهم حاجه كنتمنى بان الجامعه الملكيه المغربيه تخرج بشي بلاغ، كما كنقولوا صواب تاكد البقاء او الرحيل ديالو، ولا تنفي البقاء او الرحيل ديالو، يعني باش يعني حتى الصحافه ما بقاوش زعما شي كيقول هكا، وشي تيقول وليد باقي، شي تيقول وليد، يعني حتى الجمهور باغي يطمئن على المنتخب الوطني ديالو. اذا الاخوان نحلوا القوس يعني العصبه الافريقيه والكونفدراليه الافريقيه. غنبدا ان شاء الله يعني هاد البدايه غتكون بالنهضه البركانيه، اللي للاسف يعني انا كنتاسف على النهضه صراحه. هذه ماشي النهضه اللي كنا كنعرفوا العام اللي فات. النهضه اللي كانت يعني كما كنقولوا النهضه يعني المستوى ديالها كان طالع. يعني المشكله هي النهضه يعني تقريبا نفس التشكيله البشريه، نفس المدرب، يعني كان واحد استقرار اداري واستقرار تقني. علاش المستوى ديال النهضه هذا العام هذا بغينا نعرفوا؟ يعني علامه استفهام على المستوى ديال النهضه البركانيه، وبالخصوص هذا الماتش التالي النهضه راه سمعها يعني الاخوان راه ما كاينش، يعني نكونوا واقعيين. المستوى اللي بانوا به بهذه المقابله الاخيره يعني راه ما كيشفعش النهضه باش تمشي بعيد في العصبه، يعني نكونوا واقعيين الاخوان. كنا كنقولوا الماتش ديال بيراميدز الاول، سواء الماتش ديال الذهاب اللي تلعب بركان سالب التعادل، والماتش الاياب 3-0. قلنا يعني كنت كنقول انا شخصيا، كنت كنقول بان راه غير يعني بيراميدز راه فريق اللي المستوى ديالو صراحه راه مستوى المرشح الاول باش يفوز بالعصبه. كنا يمكن راه غير ما نعرف يعني النهضه غادي تدخل يعني تدخل في هذه المنافسه يعني بشويه بشويه، يعني كاين راه سمحوا لي الاخوان هذا الماتش المقابله الاخيره راه ما كتبشرش بالخير. يعني كنتمنى يكون شي تدخل، يعني شي تدخل يكون فوري، يعني شي حاجه اللي تكون دابا مكتب المسير. المقابله التاليه يعني المصير ديال النهضه بيديها، يعني مازال المصير ديال النهضه بيديها، ولكن المستوى الاخوان راه دول يعني ما كيبشرش بالخير. الا بقات النهضه على هذا المستوى هذا راه ما غاديش تمشي بعيد في العصبه. وكنبغي الاخوان يعني كنبغي من الجمهور البركاني، يعني راه الفرقه ديالكم راه لعبه على العصبه عباد الله. يعني الفرقه راه ما ازرتوهاش في الظروف هذه، راه يعني ما يعني كامل الاسف. يعني انا كنتمنى، ولكن نكونوا متفائلين ان شاء الله في هذه المقابله الاخيره، الجوله الاخيره من دوري المجموعات. الجمهور البركاني حج بكثافه الملعب البلدي.
حيت الفرقه ديالكم راه محتاجاكم، يعني راه بالنسبه لي مقابله يعني ديال الحياه او موت، يعني النهضه خصها تفوز باش تاهل. وكنتمناو الخير ان شاء الله النهضه اللي مازال المصير ديالها بيديها، ويكون شي تدخل يعني مور على ما يسال دور المجموعات. كنتمنى يكونوا دي ريكروتمون، يعني يكونوا شي انتدابات اللي بعد تصحيح بعض المراكز. علاش كنقول تصحيح بعض المراكز؟ لان كانوا بعض الانتدابات، كاينين شي جوار جابوهم من تونس، راه مع كامل احتراماتي يعني اداره التقنيه ديال النهضه البركانيه، راه شي جواره جبتوهم يعني راه بلا ما نذكروا الاسماء، ما راه ما يلعبوش في دوزيام سيري ديالنا د البطوله باش نهضروا بالدارجه يعني كاينين شي جوارات البطوله الوطنيه راه اولى، يعني اولى وعندهم تجربه، يعني راك يعني زعما ما هادشي ما تيبشرش بالخير. يعني كنتمنى، ولكن كنتمناو يكون خير، كنتمناو يكون خير، وكنتمنى النهضه تاهل ان شاء الله. الجيش الملكي اللي يعني كيفوز واخا في اخر الدقائق، ولكن الجيش الملكي ان شاء الله غادي يكون خير. المصير ديال الجيش يعني كنتمناو كان الجيش ماركات غير الهدف الثاني، لان الجيش كان خصها تفوز بجوج زيرو باش تضمن التاهل 100%. مازال المصير ديالها بيديها. المقابله الاخيره غتكون في مصر ضد يعني غتلعب كونتر الاهلي. الماتش غيكون صعيب شويه، الاهلي ضمن التاهل، ولكن الماتش غيكون صعيب شويه على الجيش. كنعرفوا الاهلي في الملعب ديالنا، في ملعب القاهره، يعني واخا كيكونوا متاهلين كيكونوا كاليفي، يعني راه ما كيسمحوش، راه هما دوك ما كيعرفوش يعني متاهلين ولا هذه. يعني كنتمناو الجيش يمشي بواحد الكرينطا، وكنتمناو من الجمهور العسكري، لان شفت بعض الاشاعات كتقول بان راه غيتم المنع ديال الجمهور العسكري باش يتنقل للمدينه ديال القاهره، يعني الديار المصريه. كنتمنى يكون شي تدخل من الجهات المعنيه، سواء يعني الجامعه الملكيه، سواء الوزاره الخارجيه، يعني باش نكونوا واقعيين. الجيش راه محتاجه الجمهور ديالها، الجمهور ديالها في اكثريه اللي هي في مصر، لان راه مقابله كنظن خصهم التعادل، ولا الى قدر الله الى انهزمت الجيش، يعني خص الفريق المنافس خصو ينهزم. حنا بغيناش ندخلوا في هذه الحسابات. نقطه يعني نقطه ان شاء الله غادي تاهل الجيش 100%. الجيش ماشي بحال بركان، الجيش يعني المستوى ديالها غادي في التصاعد، الجيش المستوى غادي وكيطلع الحمد لله. هذا الفوز الاخير عطاهم واحد كما كنقول واحد الامل، وان شاء الله غيكون الخير. الجيش الملكي انا تايق في العناصر العسكريه، ان شاء الله غادي يجيبوا التاهل من مصر باش يتمكنوا باش يدوزوا للدور الثاني ان شاء الله. وخوتي كنتمنى من زعما من نقولوا من الفرق المغربيه، يعني راه مؤخرا كبيامات زعما كنا كنشوفوا الوداد كتمسيطر على افريقيا. دابا حاليا تنشوفوا بان ما بقاش ديك النيفو، ديك المستوى اللي كنا كنعرفوا الفرق المغربيه. ما عرفتش علاش، واش حيت حنا كان الجوره ديالنا الجور اللي طلع كنصيفطوه، ولا حيت ما نعرف، ولا يعني انا المستوى البطوله ديالنا راه الحمد لله كما شفتوا، راه الكره المغربيه راه غادا في التصاعد، وكنتمنى حتى الانديه يمشيو في هذا الريتم هذا، حيت راه كنمشيو، راه كما كنقولوا الاخوان، راه كنمشيو لافريك، راه ما كنعرفوش نلعبوا في لافريك. وهنا غادي نجبدوا الكونفدراليه الافريقيه، وغادي نهضر على الوداد تاهل. الوداد ربحات واخا ما كانش المستوى، ولكن الحمد لله الفوز هو كل شيء، لان في الاضغال الاخوان راه ماشي ضروري يكون الاداء في المقابلات ديال لافريك خصهم يتلعبوا. كما ذكرت في الفيديوهات السابقه، المقابلات ديال لافريك راهم تيتلعبوا تيتربحوا، عفوا كيتربحوا وما كيتلعبوش. وهذا الشيء اللي طرا في الماتش ديال الوداد، والحمد لله الوداد تمكنت من حصد الفوز. الوداد اللي ضمنت التاهل، يعني الوداد كانت تاهلت من تقريبا المقابله الرابعه، الوداد متاهله واخا ما كاينش شويه الاداء، ولكن ما الاداء ما كيهمش. اداء يعني هنا يعني فاش كنلعبوا في الديار هنايا في المغرب، الوداد كتلعب في كازا 11 جمهور ديالها، الاداء ان شاء الله غادي يكون. ولكن في الاضغال كيكون الملعب، كيكونوا يعني بعض الجزئيات اللي ما كتخليش الفرق زعما يعني يقدموا ديك المستوى ديالهم. والاخوان كنتمناو ان شاء الله يكون خير. الوداد اللي كما كنقولوا ضمن التاهل، المستوى ما كانش ولكن الفوز كان. كاينين بعض شفت في بعض المواقع التواصل الاجتماعي بان زياش ما كانش راضي بديك فاش تم التغيير ديالو. زياش راه الاخوان، انا شفت واحد المقطع بان زياش راه مشى كيفرح مع الجمهور فاش تسالت المقابله، يعني
بلا ما تبقاو تجبدوا الاخوان شي يعني كما كنقولوا شي حوايج اللي ماشي ضروري تهضروا عليهم. سي شي كفي راه تيلعب، راه كيقدم المستوى ديالو، خصو شويه د الوقت باش يتادابطا مع يعني مع الماتشات ديال لافريك، بالخصوص الماتشات ديال لافريك. السيد ما مولفش كيلعب في هذه الاجواء، يعني جا السيد كان كيلعب في لافريك في الاوروب، وجا دابا كيلعب في لافريك، راه ماشي سي با فاسيل، راه ما ساهلاش الاخوان. يعني نتمناو تعطيوه وقيت، ونتمناو ما بقاوش نعقبوا على بعض، يعني راه عادي، راه ديك يعني ديك ردة الفعل ديالو تقدر تكون غير هو ما كانش راضي على المستوى ديالو، هذه راه زعما يجوز، راه تقدر تكون. ولكن زياش الاخوان راه فرحان مع الوداد، راه شفت انا التعابير ديالو تسالى المقابله، فاش سالت المقابله راه مشى كيفرح مع الجمهور بحال كاع الجوار. ولكن الاخوان الحمد لله على التاهل، الوداد ان شاء الله غادي تثبت المستوى، انا كنظن الوداد غادي يمشي بعيد، وكنرشح الوداد هو المرشح الاول باش يفوز بالكونفدراليه ان شاء الله هذا العام. اولمبيك ما نساوش الاولمبيك اللي يعني حتى هو ضمن التاهل ديالو المقابله اللي فاتت. اولمبيك اللي لعبوا الماتش البارح، المقابله اللي كانت صراحه فيها تشويق، يعني كانت مقابله فيها المد والجزر كما كنقولوا. ولكن ان شاء الله الاولمبيك كنتمنى، انا ما عرفتش يعني واش كنتمنى غير ما يطلقاش الوداد والاولمبيك يعني سواء في النصف ولا في الربع الى قدر الله يعني. ولكن ان شاء الله الاولمبيك والوداد ان شاء الله قادرين يمشيو بعيد في الكونفدراليه. ويعني كما كنقولوا كنتمناو يعني كاع كنتمناو حد اوفر الفرق المغربيه، سواء النهضه البركانيه سواء الجيش الملكي في العصبه، او الوداد واسفي في الكونفدراليه الافريقيه. صراحه اللي حنا عندنا المستوى ديال البطوله المغربيه اللي غادي في التصاعد، كنتمنى حتى الانديه يمشيو في هذا الريتم هذا، لان الاخوان راه الفرق المصريه يعني يعني استولاو على كما كنقولوا. كانت النهضه يعني النهضه اللي كانت زعما شويه في الكونفدراليه، ولكن العصبه اللي كتغيب شويه، اللي بشحال هذه باش غاب تاع الوداد. كنتمنوا خوتي الخير ان شاء الله الفرق المغربيه، والمستقبل ان شاء الله يكون افضل بحول الله. وكنبغي نحل الاخوان واحد القوس على المؤجل، يعني على البطوله الاحترافيه ديالنا البطوله المغربيه، وبالضبط على المؤجلات. يعني عندي واحد بغيت غير زعما بغيت غير نفهم علاش زعما الفرق كاين. نعطي غير مثال، الاهلي المصري كيلعبوا 3 المقابلات في السيمانه، يعني كيلعبوا المباريات الافريقيه في نهايه الاسبوع، ويوم الاربعاء تيلعبوا المؤجلات ديالهم د البطوله. علاش حنا في المغرب عندنا مازال يعني كنبغي نجبد غير النهضه البركانيه، اللي البطوله تقريبا بدات هذه بشهر شتنبر على ما اظن. لعب 6 المقابلات، ما يعني هادو الفرق، كاينين فرق اللي كيتضروا، كاينين فرق البطوله المغربيه اللي ما كيلعبوش يعني يعني ما كيلعبوش في لافريك، ما كيلعبوش في افريقيا، كيتضروا من النسق، يعني كيكون عندهم واحد الريتم ديال الماتشات. كيجي لهم ماتش ديال بركان ولا الجيش ولا اسفي ولا الوداد، وكيتوقف لهم المقابله، يعني حتى داك الريتم ديالو يعني ما كيبقاش ديك الريتم اللي كيكون غادي عليه. هنا كنظن زعما كنتمنى من الجامعه يعني الفرق انا ما كانتش قادره تلعب في العصبه، وما عندهاش واحد التركيبه البشريه باش تلعب 3 المقابلات في السيمانه. ما راه زعما حنا يعني حنا كنحاولوا نساندوا الفرق ديالنا باش يمشيو بعيد، ولكن راه كاينين فرق متضرره، فرق في البطوله اللي كتضرر بالريتم ديال البطوله، كيكونوا غاديين في واحد الريتم. يكفي البطوله كاس الافريقيه اللي البطوله توقفت يعني لمده شهرين، ما كان يعني هذا يكفي، يعني نحاولوا نلقاو شي تخريجه كما كنقولوا. الفرق اللي كتلعب يديروا لهم ماتش نهار الاربعاء يبقاو يلعبوا، باش يعني انا كاينين بعض الفرق اللي متضرره الاخوه. يعني كنتمنى من الجامعه تشوف في هذا الملف هذا، ويكون ان شاء الله يكون خير. وكنظن انا يعني كنظن الوداد ولا كاع الفرق ب4 اللي كيلعبوا في افريقيا راه عندهم واحد التركيبه بشريه اللي كتشفع لهم باش يلعبوا 3 المقابلات. وكنتمنى ان شاء الله يكون خير، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف. الا كان الاخوان عندكم شي يعني شي تدخل ولا شي هذا، كنتمنى تخليو لنا شي تعليق يعني. كنتمنى اللي ما مشاركش في هذه القناه يشترك باش نعاونوا ان شاء الله هذه القناه باش تزيد للقدام. وشي وكنتمنى يعني شي جيم، واللي بامكان تبارطاج. وكنتمنى خوتي هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم.
وكنتمنى تبقاو على خير وبخير، وان شاء الله خوتي نتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على بركه الله، السلام عليكم.